نكمل برنامج النهضة الجميلة بتاعتنا، مواضيع إيمانية مهمة. النهضة اسمها احفظ الوديعة. احنا إيماننا ده وديعة غالية علينا خالص. الآباء بيكلمونا ازاي نحفظ الوديعة. الحقيقة بيباركنا النهاردة وهنشوف قد ايه عنده علم غزير في الكتاب المقدس وفي العقيدة. ابونا تيدور ممدوح، كاهن وملاك العذراء العباسية الشرقية، هيكلمنا النهاردة في موضوع ايماني مهم اسمه ابن الله قد جاء. نصلي له ربنا يعوضه يدينه كل نعمة وبركة، يديم كهنوته، ونسمع كلمة ايمانية مهمة قوي على فم. حللني يا ابونا، حللني يا ابونا. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ظهر الدهور كلها امين. اولا بشكر طبعا محبه ابائي كلهم بركه ومحبه ان يدوني فرصه ان انا اخد بركتهم، بركه الكنيسه وبركتكم. و حقيقي كمان عاوز يعني اشكرهم واقول لكم ان انتم محظوظين باباء الكنيسه، لان اعتدنا في النهضات ان النهضه دايما بتبقى موضوعات روحيه جميله طبعا وحلوه، لكن ان النهضه تبقى عن حفظ الوديعه وتبقى عن موضوعات ليها علاقه بالعقيده وبالايمان. فانا وانتوا لازم نشكر الاباء صدقوني، لان دي حاجه جميله تقول قد ايه هم بيحبوكوا. لان لما حد يبقى بيحب حد يبقى عاوزه يبقى فاهم، ويبقى عاوزه يبقى عارف، ويبقى عاوزه يبقى شاطر. فدي حاجة جميلة. كل الموضوعات يمكن شفتها في البرنامج قد ايه هي مترابطة وجميلة، خصوصا في ضوء الحرب الشنيعة اللي موجودة. يمكن الحرب دي تكون موجودة في الميديا ويمكن تكون موجودة حوالينا. مهم ان احنا نبقى بنعرف كويس نجاوب عن سبب الرجاء اللي فينا، ومهم كمان نعرف نجاوب ولادنا. بس انا قبل ما ابتدي الموضوع عاوز اقول حاجة من الآية دي. الكتاب بيقول في الآية دي ايه؟ كونوا ايه؟ مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء اللي فيكم. فاحنا احيانا بنتشغل بفكرة ان احنا نجاوب، لكن انا شايف ان النهضة بتعلمنا الحتة الاولانية في الآية. عارفين بتعلمنا ايه؟ ان احنا نكون مستعدين، لاني بقينا حتى في حروب التشكيك عندنا مشكلة ان احنا مشغولين هنقول ايه. لكن يا ترى انا فاهم كويس الايمان بتاعي والعقيدة بتاعتي، ولا اي كلمتين ممكن يشككوني ويلخبطوني ويخلوني انا كمان من جوايا يعني ايه متزعزع شوية ولا حاجة. فعشان كده جميل قوي ان احنا نبقى واحنا بناخد الموضوعات دي كمان مركزين في جزء ان ده ليا عشان اكون انا مستعد. تمام؟ متفقين؟ فانا مرة تانية بشكر الاباء، لان موضوعات جميلة وحاجة حلوة ان الشعب يبقى بيتعلم حاجة زي كده. وزي ما طلب مني النهاردة ان احنا هنتكلم عن ونعلم ان ابن الله قد جاء. نعلم ان ابن الله قد جاء. عاوز ابتدي معاكم من انجيل يوحنا. ما احنا تملي لما بنتكلم في اللاهوت وفي العقيدة هتلاقوا ايدينا كده بتروح على انجيل ايه؟ على انجيل يوحنا، نقول عليه الرائي واللاهوتي، صح؟ ففي معجزة كانت موجودة في انجيل يوحنا الاصحاح 9، انتوا عارفينها كويس جدا. معجزة خلق عينين لمين؟ لا صحصحوا انتوا كنتوا في التمجيد شاطرين قوي وكنتوا ملعلعين يعني. خلق عينين لمين؟ للمولود اعمى. لو سألتكم دلوقتي على المعجزة كلكم هتحكوها كويس قوي. بس المعجزة بعد ما الكتاب المقدس في انجيل معلمنا يوحنا حكى لنا المعجزة كلها بتفاصيلها، وبنتكلم فيها على الاثباتات اللاهوتية وانها معجزة خلق مش مجرد معجزة شفاء. الراجل ما كانش عنده عينين اصلا، وبالتالي كل اللي وراهم كمان ما كانش موجود. عشان كده ما كانش عارف اي حاجه خالص. ما يعرفش ان دي شجره، ما يعرفش ان دي كنيسه، ما يعرفش ان ده شكل البني ادم. فمعجزه خلق من الطراز الاول يعني.
وبعد بقى الاحداث الكتيره اللي فيها تخلى عنه كل الناس اللي حواليه، لحد مين كمان؟ مين كانوا بايخين لما تخلوا عنه؟ ابوه وامه، صح؟ قالوا ايه؟ فاكرين قالوا ايه؟ هو كامل السن، اسالوه، ما لناش دعوه بيه، احنا ما تدخلوناش في الاسئله اللي تعمل لنا مشاكل. بعد ما لقى نفسه كده لوحده فرداني، يقول لنا بقى ايه كام ايه اللي انا عاوز اقراهم معاكم. يقول ايه؟ فسمع يسوع انهم اخرجوه خارجا فوجده. لو هنتكلم في روحيات هيبقى عندنا في الايه دي كلام جميل كتير. وقال له، اسمعوا بقى الايه الجايه دي عشان ده موضوعنا. وقال له اتؤمن بابن الله؟ قال له ايه؟ فقال له، قولوا معايا، أتؤمن بابن الله؟ ما احنا لازم يعني على الأقل نحفظ شوية آيات. أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك الراجل المولود كان أعمى ده وقال من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو والذي يتكلم معك هو. فقال أؤمن يا سيد وإيه؟ وسجد له. هنا الآية طبعا تخص الأمور اللاهوتية ولاهوت السيد المسيح، ولكن أنا جاي أتكلم معاكم تحت عنوان ونعلم إن ابن الله قد جاء. فأنا جاي أتكلم معاكم عن لقب من ألقاب المسيح اسمه ابن الله. اسمه ابن الله. إن ربنا يسوع المسيح من ضمن الألقاب بتاعته لقب اسمه ابن الله. هنا ربنا هو اللي بيقول للراجل المولود أعمى إيه؟ أتؤمن؟ قال له بمين؟ بابن الله. فقال له أيوة، أنا مش عارفه هو مين. قال له أنا اللي بكلمك هو. فالراجل آمن وعمل إيه؟ وسجد. الآية دي اللي في إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح 9 أو الجزء ده من آيات 35 ل 38 يأكد لينا إن ربنا يسوع المسيح قال إنه موافق ويؤكد ويوثق على لقب إيه؟ ابن الله. على لقب ابن الله، إنه قال أنا ابن الله. فالسيد المسيح هو اللي قال عن نفسه هذا اللقب، لأن من ضمن الحاجات اللي بدنا نسمعها لك إيه؟ لا، ما قالش عن نفسه كده. فأنا لو مش قاري كتاب مقدس كويس، مش مذاكر كويس، مش مركز كويس، بقول أيوه صحيح ما قالش عن نفسه كده. لا، قال عن نفسه كده. قال عن نفسه كده، قال أنت تؤمن بابن الله. عشان كده بقول لكم خلينا حافظين دي، أتؤمن بابن الله. فقال له مين؟ قال له أنا اللي بكلمك، أنت شفته أهو، هو أنا هو. وفي الإصحاح اللي بعديه على طول في إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح 10 ربنا بقى قالها صراحة كده، قال فالذي ربنا يسوع المسيح فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله. ده كمان اتهم انه جدف لان هو قال عن نفسه ان هو مين؟ ان هو ابنه، وهو فعلا ايه؟ ابن الله. فانا عاوز اقول لكم ان ربنا يسوع المسيح ليه مجموعه كبيره من الالقاب، مجموعه كتير من الالقاب. من ضمنها انتوا عارفين بقى حاجات كتير، صح؟ من ضمنها ايه؟ رب الارباب، ملك الملوك، القدوس، نور العالم، رئيس السلام، الكلمه، الديان، حجر الزاويه. وفي لقبين تاني فيهم كلمه ابن، اللي احنا هنتكلم عن واحد منهم. في ابن الله والتاني ايه؟ ابن الانسان. وعلى فكره يعني المفروض تحطوا الاثنين دول جنب بعض وتذاكروهم، لان الاثنين جنب بعض يكملوا بعض اللقبين دول. فمن ضمن الالقاب لقب هو ابن ايه؟ ابن الله. وعاوز اقول حاجه، اللقب هنا من ألقاب ربنا يسوع المسيح، وكل الألقاب كل لقب كان بيكون لقب معبر عن الحال. مش عاوز أقول عن الوظيفة فندخل في شوية متاهات، لكن اللقب كان بيكون لقب معبر عن الواقع وعن الحال. يعني إيه؟ يعني في فرق كبير بين لو أنا اتقابلت مع رئيس الجمهورية فهقول له إيه؟ يا ريس، صح؟ لكن برضو احيانا من باب المجاملات والتعاملات الناس مع بعض، لو واحد شاف واحد يقول له ايه؟ يا ريس ازيك. لا، في
في فرق. ألقاب ربنا يسوع المسيح اللي بنتكلم عنها هي ألقاب حقيقية ليه تعبر عن الواقع وعن الحال. تقول لي لا هتدخلنا في متاهة كده بقى يا ابونا، لاني لما بنقول كلمة او مصطلح ابن الله بنتقابل كتير باعتراضات. حقيقي مش جاي اتكلم عن الاعتراضات، ماشي، انا بس فيهم سطرين كده يعني، لكن حقيقي انا مش جاي اتكلم عن الاعتراضات اللي هي بقى الناس تقول فاحنا لا انا عاوز اتعلم انا وانتوا النهارده يعني ايه لقب ابن الله وايه التفاصيل اللي فيه، وساعتها هتعرف تجاوب عن كل اللي يسألك عن اي حاجة فيه. لكن ليه الناس ترفض لقب ابن الله؟ الناس الاخرين ليه يرفضوه؟ حاجتين كده شبه بعض تملي، يعني عارفين ايه؟ ضيق في الفكر، دايما بياخد الكلمة عاوز لها معنى واحد، ده يقولوا عليه الافق الضيق. الافق الضيق. او حاجة تانية هقولها بكلمة كده يعني تبقى شكلها كويس، سوء الفكر. دايما ياخد المعنى للكلمة بالمصطلح الحسي او المادي او الملموس او الجنسي. فيا اما ضيق للفكر، مخ ضيق ما يعرفش ان الكلمة عنده ما تمشيش الا ان ليها معنى واحد بس، او مخ مش حلو دايما يفكر في الحاجات الحسية. يعني ياما ناس ما تدرسش سفر النشيد وتخاف تيجي جنبه رغم انه سفر ممتع ورائع، بس هو سفر راقي قوي قوي قوي، فكر راقي قوي قوي، بيتكلم عن علاقة سامية بين النفس البشرية ومين؟ والله. لكن في عقل بيسمع الكلام ده يبتدي يعمل ايه؟ عاوز يترجمه على الامور المحسوسة والملموسة، فطبعا ده سوء فكر. لكن اللي بيرفضوا لقب ابن الله، خلينا يعني في موضوعنا، هم ناس يا اما بيعانوا من مشكلة ضيق في الفكر، فكره ضيق، كلمة عنده ملهاش الا معنى واحد، او عنده سوء في الفكر بيقتصر تفكيره على الامور الحسية او المادية يعني. طب واحنا مالناش دعوة بالقصة دي دلوقتي، خلونا نهضم النهاردة مع بعض اللقب الحلو ده، لانه انا هقول لكم احنا هنتكلم فيه ازاي. بس عاوز اقول في الاول ايه، هل احنا في الكنيسة بنستخدم اللقب ده ولا لا؟ ابن الله او مصطلح او كلمة الابن بنستخدمه ولا لا؟ ايه رأيكم؟ بنستخدمه ولا لا؟ بنستخدمه ولا لا؟ عاوز مثال مشهور قوي، مثال مشهور جدا، مثال كلكم بتعيشوه في اليوم كذا مرة وعشرات المرات، فبتقول فيه اللقب ده. نعم، لا انا بتكلم على ربنا يسوع المسيح. ايوه شكرا، في حد ورا بيعمل لي كده اهو. لما بترشم الصليب بس اصل احنا احيانا ايه من كروة الحكاية بتعمل كده اهو خلاص، لكن اللي بيرشم الصليب كويس يقول ايه؟ بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. ده انت بتستخدم هذا اللقب وسط ما بترشم الصليب. شوف بقى كم مرة في اليوم، ده المفروض كتير قوي، ده المفروض والاول ما بتصحى واول ما بتتحرك وقبل ما بتاكل وبعد ما بتاكل وانت رايح شغلك وانت راجع دلوقتي بترشم ذاتك بعلامة الصليب. في تاريخ الكنيسة اول مصدر عندنا اتذكر فيه رسم علامة الصليب كان قول للقديس ترتليان في القرن الثاني الميلادي، ومش معنى كده ان ده البداية، اكيد كان في قبليه، بس ده اول حاجة عندنا دوكيومنتد موجودة ليها مخطوطات. يعني بقى لنا اهو كام، شوفوا بقى قرن واحنا بنرشم ايه؟ الصليب. ففي كل مرة بنقول باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، فبتقول كلمة الابن في كل مرة بترشم فيها الصليب. الكتاب المقدس مليان بعشرات الآيات اللي فيها كلمة ابن الله أو الابن، في عشرات الآيات. طول ما احنا ماشيين هنقعد نقول آيات، فانتوا اقعدوا جمعوا بقى، ماشي؟ نقعد نقول آيات كتير فيها كلمة، ما احنا قلنا 2 صح؟ يعني في البداية كده قلنا 2. طيب جيت الكنيسة وحضرت القداس، تاخد بالك ان كل مرة في الليتورجية الكنيسة الشاطرة الملهمة بالروح القدس
عشان تثبت لك العقيدة، تخليك تسمع ورا ابونا وهو بيصلي اللقب ده برضو كل مرة. لكم مثل عندنا كام قداس بنصلي بيهم؟ 3 قداسات، صح؟ المشهور قوي القداس الباسيلي، فتلاقي ابونا كده في الجزء بتاع القدوس يقول ايه؟ وفي اخر الايام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بايه؟ لا صحصحوا بايه؟ ده انا بقول لكم حاجات انتوا حافظينها، بابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا. يعني ده انت بتقول اللقب ده كل مرة بتيجي تحضر فيها ايه؟ قداس. القداس الغرغوري فيه حاجة اسمها البركة الثلاثية بقى. نقول ايه؟ ابونا يقول ايه في الجزء بتاع الرب مع جميعكم مستحق وعادل أقصي، يقول ايه في البداية بتاعته؟ ودي بتستخدم بقى كتير كمان في القداس. محبة الله الآب، أنا عاوزكم أنتوا تكملوا ده عشان أنتوا تبقوا متأكدين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد، ها الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس. صح؟ أبونا لما بيصلي في القداس الغرغوري ما دي بتتقال. بس الكرولوس يمكن ما بيتصلاش كتير، بس برضو في بداية الجزء بتاع أجيوس نقول قدوس 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 رب الجنود، السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس أيها الرب إلهنا. بالحقيقة السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس من قبل ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا يسوع المسيح. وعلى فكرة بقى في القداس الكرولوسي أكتر قداس بيتكرر في العبارة دي. فيبقى حتى في القداسات الكنيسة ما احنا هناخد منه كتير دلوقتي، حتى الكنيسة طول الوقت تخلي ودانك بتعمل ايه؟ تسمع اللقب ده، فهم اللقب ده، مركز في اللقب ده. وعندنا بقى لحن، هو ابونا بيغششني بيقول قانون الايمان ده احنا لسه هناخد من قانون الايمان حاجات كتير قوي، لكن عندنا لحن جميل تيجوا كده بتصلوه يوم جمعة الصلبوت بمنتهى يعني ايه المشاعر الروحية الجميلة والعميقة والانسجام والانسحاق. لحن ايه؟ ايها الابن الوحيد الجنس اومونوجونيس. صح؟ شوف بقى بنبقى عاملين ازاي. على فكرة اللحن ده كل كلماته بالكامل دروس عقيدة بالكامل، ما دي شهارة الكنيسة، حطت لنا الحاجة اللي عاوزة توصلها لنا كعقيدة حياة يومية. فتلاقي نفسك بترشم الصليب، تلاقي نفسك بتحضر قداس، تلاقي نفسك لحن كبير زي لحن ايها الابن الوحيد الجنس. في كل مرة انت بتعمل ايه فيها؟ انت عايش الكلمة او الموضوع ده. طيب نعمل ايه بقى احنا في الوقت اللي بقى لنا؟ هنعمل 3 حاجات في موضوع الابن الوحيد او لقب ابن الله. عاوزين نفهم ايه مفهوم هذا اللقب، ليه يعني معناه ايه مفهوم لقب ابن الله. هل الموضوع صحيح هو موضوع حسي وجنسي، يعني حد تزاوج مع حد فانجب ابن؟ ما هو ده الافق الضيق بقى اللي قلنا عليه، صح؟ لا هي مش كده خالص. فعاوزين نفهم ما هو مفهوم لقب ابن الله، وعاوزين نعرف كمان ليه نستخدم اللقب ده. يعني دلوقتي عمالين نقول واحنا بنحكي ده احنا بنستعمله في رسم الصليب، احنا بنستعمل اللقب ده كمان في القداس، احنا بنستعمل اللقب ده في ألحان الكنيسة. الكتاب المقدس مليان بآيات كتيرة جدا فيها اللقب ده برضو موجود. قانون الإيمان زي ما أبونا كان لسه بيقول. فليه اللقب دون؟ ليه؟ وبعدين نقطة أخرانية كده برضو فيها بعد روحي جميل. يعني طب هو مش احنا كلنا ولاد لربنا؟ صح ولا ايه؟ انتوا مالكم اتخضيتوا ليه؟ ايه لا ولا ايه؟ لا ده يبقى كلنا نمشي. ولاد ربنا ولا لا؟ صح؟ طيب ما هو احنا بنقول على ربنا يسوع المسيح ابن الله واحنا ولاده، ايه فيها فرق ولا زي بعض؟ فيها فرق ولا زي بعض؟ خلونا نشوفه في الاخر، بس هي فيها فرق طبعا، صح؟ اكيد فيها فرق يعني. طيب فعشان كده تعالوا نشوف الاول ايه مفهوم بنوة المسيح لله.
يعني نقول كم نقطة كده فيهم، هنبسطهم كده على قد ما ربنا يدينا نعمة. يعني أول حاجة بنوة المسيح الله الآب من جوهر الله نفسه. بنوة دي مش معناها خالص انه انتساب، يعني مش حاجة منسوبة لحد، لا، ولا كمان معناها انه جه من تناسل او من تزاوج، لا. امال معناها ايه؟ لك لا، السيد المسيح من حيث اللاهوت هو من نفس طبيعة ايه؟ الله الآب ومن جوهره. وده الجزء اللي كان أبونا بيقول عليه دلوقتي. احنا لما بنصلي في قانون الإيمان بنقول ايه؟ مساوي للآب في الجوهر، أو واحد مع الآب في ايه؟ في الجوهر. فالكيان الإلهي له جوهر واحد. الجوهر ده فيه الله الآب والله الابن والله ايه؟ الروح القدس. ودي كلمة الأقانيم، ومعنى كلمة أقنوم القائم على. فالقائم على، فعشان يبقى عندنا كيان إلهي، هذا الله العظيم كيان الإلهي قائم على الآب والابن والروح القدس. فعشان كده احنا بنؤمن بإله واحد مثلث الأقاليم من نفس الجوهر. فإذا أول حاجة خلي بالك منها تبقى عارفها كويس، إن بنوة المسيح لله الآب بنوة من نفس الطبيعة ومن نفس إيه؟ الجوهر. تاني حاجة، هذه البنوة بنقول عليها بنوة روحية أو بنوة عقلية. يعني إيه؟ يعني بنوة السيد المسيح مش كبنوة إنسان لإنسان. بنوة السيد المسيح الابن ابن الله للكيان الإلهي هي مش بنوة معناها إن إنسان أنجب إنسان. أمال هي إيه؟ دي زي كده ما بنقول إيه؟ ولادة الفكر من العقل، النور من الشمس، الحرارة من النار أو من الشمس. فبنوة السيد المسيح جت من ولادة روحية ذاتية وليست بحسب المفاهيم البشرية أو الجنسية. عشان كده احنا نقول في قانون الإيمان إيه اللي تقرب الفكرة دي؟ نور من نور. تعالوا نحفظهم، مش نحفظ قانون الإيمان انتوا حافظينه، تعالوا نحفظ النقط اللي احنا بنقولها. قلنا أول حاجة بنوة السيد المسيح لله هي بنوة من جوهر الله نفسه، أو زي أبونا ما بيقول لنا هي من طبيعة الله، من الطبيعة. يبقى أول حاجة البنوة بنوة من إيه؟ من الجوهر بتاع الله نفسه. تاني حاجة هذه البنوة هي بنوة روحية عقلية. زي ما انت تقول ايه بقى؟ التشبيهات اللي بيقعدوا يقولوها لنا كتير من واحنا صغيرين ويحفظونا، زي ما يقول لك ايه مثلا؟ هو انا لو قلت دلوقتي فكرة، والتشبيهات دي كلها للتقريب، التشبيهات دي كلها لايه؟ للتقريب. هو انا دلوقتي لو قلت فكرة وراها كمان فكرة ولا شوية افكار او فكرة واحدة بس، وجيت قلت، حد قال الفكرة دي فكرة مين؟ فأنا رفعت إيدي وقلت له الفكرة دي من بنات أفكاري. هل ده معناه إن أنا كان عندي في عقلي حاجة اتجوزت وأنجبت هذه الفكرة؟ أمال معناها إيه؟ الفكرة دي بصقت، الفكرة دي جت من إيه؟ من العقل بتاعي أنا دون. فعشان كده هي بنوة روحية. وعشان كده برضو في قانون الإيمان نقول إيه؟ نور من نور، إله حق من إله حق. تمام؟ يبقى قلنا الأولانية بنوة من نفس الجوهر، بنوة من نفس الطبيعة. الحاجة التانية بنوة روحية. تاني حاجة بنوة إيه؟ روحية. حفظنا كم واحدة؟ 2. احنا عندنا كتير. صح. الأولانية من نفس ايه؟ الجوهر، عشان نفهم ما هو مفهوم ابن الله. هي دي الحته بس اللي هناخد فيها شويه كده نركز فيها مع بعض، الباقي بعد كده سهل وبسيط قوي يعني. يبقى بنوة من نفس الجوهر، ادي واحد. تاني حاجه بنوة روحيه. تالت حاجه بقى ايه؟ بنوة ايه؟ ازليه.
أزلية. يعني إيه بنوة أزلية؟ يعني إيه بنوة أزلية؟ يعني ما فيهاش زمن. إحنا لما بنقول الآب والابن والروح القدس مش ده فروق زمنية. هقول لكم بس حاجة كده ركزوا معايا فيها نص كده دقيقة. مش فروق زمنية. أما الفروق في إيه؟ مفيش فروق. أما ليه بنقول الآب وبعدين الابن وبعدين الروح القدس؟ ده حسب ما احنا عرفناهم. حسب ما احنا ايه؟ عرفناهم. يعني انا ممكن اقول انا عرفت فلان وفلان وفلان، عاوز اقول الترتيب، بقول انا اصل عرفت ده الاول وبعدين ده وبعدين ده، لكن مش معنى كده انه بالضروره ان بينهم ايه؟ فرق في الزمن. يمكن هم الثلاثه قد بعض، مولودين في نفس اللحظه في نفس اليوم، بس لما اجي اقول هقول فلان ثم فلان ثم فلان. واقول لكم على حاجه ما هي السر، وياما اجزاء في الكتاب المقدس معلمنا بولس الرسول ابتدى فيها بأقنوم الابن ثم أقنوم الاب ثم الروح القدس، وفي بعض الآيات الروح القدس وبعدين اتقال عن الاب وبعدين اتقال عن ايه؟ عن الابن. الشاطر بقى بعد كده وهو بيقرا في رسائل بولس الرسول بالذات يبقى يخلي باله من الحكايه اللي انا قلتها لكم دي. احيانا كان يقول نعمه ربنا يسوع المسيح، وبعد كده يقول الله الاب، وبعد كده يقول الروح القدس. على فكره هتلاقوا في الرسائل كده، ودوروا هتلاقوا وانا متاكد. فيبقى خلي بالك بنوة المسيح لله ما فيهاش فرق زمني، لان احنا عقلنا فاهم اصل الطبيعه البشريه بتاعتنا، فتملي الابن اصغر من الاب في الزمن، ما فيش ابن اتولد قبل ابوه. لكن ده في المفاهيم الايه؟ بشريه، او في الحياه بتاعه طبيعه الانسان، لكن ده لا ينطبق على الله. فيقول لي ليست بنوة زمنية زي بنوة الابن الجسدي لأبوه. فالسيد المسيح من حيث لاهوته كائن مع الآب منذ الأزل. عارفين الكتاب المقدس حتى عشان يوصل لنا الفكرة دي، بس مش ده توقيت وجود الله أو علة وجود الله، يعني احنا ما نعرفهاش، لكن عشان يوصلها لنا تفتح كده الكتاب المقدس في مرة وتقول ايه، أنا لسه أبيض، لسه أنا جديد خالص، وأفتح الكتاب المقدس وهقرأ في الكتاب المقدس أول حاجة. طب ابتدي منين؟ قال لك ابتدي من سفر التكوين عشان أعرف كل حاجة من الأول. فتلاقي أول حاجة يقول لك في البدء خلق إيه؟ الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وروح الله يرف على وجه المياه. وبعدين وقال الله، ده اللي هو إيه؟ كلمة الابن، يعني قال للآب والروح القدس، أو هنا حتى ما قالش الآب ثم الابن ثم الروح القدس، الآب والروح القدس والابن، قال الثلاث أقانيم من أول آيتين ثلاثة في الكتاب المقدس. مش معنى كده إن دي علة الوجود أو وقت الوجود بتاع الله أو البداية، لأنه أزلي. لكن أنا عاوز أقول لك حتى الكتاب المقدس عاوز يديك كده بس إيه، تصور، شكل. نشوف من اول ايه بيقول لك مع بعض، لان لسه هنقول على حكايه انه مش منفصلين. فالبنوه ازليه. احنا عمالين كنا واحنا بنبتدي ابتدينا بمين؟ بايات من عند انجيل يوحنا، صح؟ طب هو معلمنا ماري يوحنا لما حب يبدا الانجيل بتاعه، انجيل يوحنا ولا الرسائل ولا سفر الرؤيا، واحنا كل يوم الصبح الكنيسه، ما انا بقول لكم الكنيسه شاطره قوي، كل يوم الصبح الكنيسه عاوزة تخلينا نبتدي برضو نحط الفكرة دي ببالنا. ففي إنجيل صلاة باكر نبتدي ناخد الإنجيل من إنجيل مين؟ يوحنا. أول آية بقى بتقول إيه؟ إيه الشطارة دي؟ عشان قلت لكم بس من إنجيل باكر، صح؟ عشان أنتوا بتصلوا باكر. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة، هذا كان في البدء عند الله. عارفين بقى الآية دي؟ بس عشان يعني الكلام رايح جاي فيها شبه بعض، الآية دي الموضوع كله أصلاً. الآية دي الموضوع، يعني كل الصفات اللي أنا عمال أحكيها لكم دي أو التفسير اللي عمال أحكيها لكم دي في مفهوم بنوة الله هي في الآية دي. لأن يقول لي إيه؟ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله. ده عاوز يقول لي إيه؟ ده أزليتهم واحدة، أزلية واحدة. يبقى قلنا 3 حاجات، صح عشان الوقت، لحسن الوقت يهرب مننا. 1 في مفهوم بنوة المسيح لله، المسيح ابن الله. احنا كل مره في القداس نسيت اقول لكم دي، ابونا او الشماس لما بيصلي الانجيل يبتدي كده في المقدمه وهو بيقول قفوا ها وانصتوا سماء، يبتدي يقول لنا ايه؟
اللي احنا مبارك الآتي باسم الرب ابن الله الحي، صح؟ طيب قلنا واحد، أول حاجة واحد مع بعض إيه؟ جوهر، ابن الله نفس إيه؟ الجوهر. اتنين بنوة روحية، يبقى بنوة من نفس الجوهر. اتنين بنوة روحية. تلاتة بنوة إيه؟ أزلية. ماشي. أربعة بنوة غير منفصلة، مفيش انفصال في اللاهوت. قلت لكم كلمة أقنوم معناها القائم على الكيان الإلهي، الله آب ابن روح قدس، هو الله قائم على الثلاث أقانيم، فما فيش، ما ينفعش ينفصلوا. فالمولود بالجسد ده كيان منفصل، يعني لو واحد زوج واتجوز زوجة أنجبوا ابن، كل واحد فيهم كيان إيه؟ منفصل. ممكن الأب يسافر للسماء والأم تسافر للسماء والابن يفضل إيه؟ موجود بعد ما هم انتقلوا، فكيان منفصل. لكن الأمر مش كده خالص بالنسبة لبنوة السيد المسيح لربنا. فمن حيث اللاهوت الموضوع إيه؟ غير منفصل. طب تقول لي يا ابونا عاوزين آيات، ما أنا قلت لكم عشرات الآيات. قال إيه؟ أنا والآب واحد، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي به الآب، الذي رآني فقد رأى الآب. يبقى دي نمرة 4 صغيرة، دي مش هناخد فيها كلام تاني. نمرة 4 صغيرة، إن بنوة المسيح للآب بنوة غير مالكوش دعوة بالدوشة اللي بره، خليكم معايا. بنوة غير منفصلة، بنوة غير بقينا واحدة بس على فكرة. بنوة المسيح للآب بنوة فريدة على فكرة. هي دي نمرة 5، دي شرح الكل أو مش شرح، تجميع للأربعة اللي احنا قلناهم قبليها، تجميع للأربعة اللي احنا قلناهم قبلهم. تعالوا نقول الأربعة كده عشان أبونا مايكل ممكن يكون ما سمعهمش. واحد، مفهوم لقب ابن الله، المفهوم ده. واحد بنوة من نفس الجوهر. 2 بنوة روحية عقلية. 3 بنوة ايه؟ أزلية. 4 عشان ما قلناها بسرعة دي عدينا عليها بسرعة ما حفظتهاش، غير ايه؟ منفصلة. اذا الاربع حاجات دول، هو بيني وبينكم في شوية حاجات تاني بس يعني احنا بناخد الحاجات اللي تخلينا نفهم الفكرة. الاربع حاجات دول يخلوا هذه البنوة بنوة ايه؟ فريدة تماما عن اي نوع من انواع البنوة اللي موجودة نعرفها في الحياة، وحتى لو ما نعرفهاش صدقوني. فبنوة ايه؟ فريدة مختلفة. احنا نعرف انواع من البنوة على الارض، اشهرهم البنوة اللي بالجسد، اب وام ينجبوا ابن او ابنة. لكن بنوة بالفكر ده دي حاجة ايه؟ فريدة، حاجة مختلفة تماما. وده اللي خلانا نقول ان هذا الابن وحيد الجنس، الابن الوحيد الجنس. ودي نمرة 5، هي بنوة المسيح للآب فريدة. نكتب كده بين قوسين الابن الوحيد الجنس. يعني ايه؟ ملوش زي. عشان تبقى متأكد كمان من الآية دي، احنا عندنا محور مهم قوي قوي في عقيدتنا وفي إيماننا. اللقب ده موجود فيه في آية مشهورة قوي 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 قوي. أنا مش هقول لكم الآية أول ما هقولها لكم هتروحوا قايلينها، فأنا هقول الشاهد الأول، ماشي؟ عشان تصحصحوا كده. في آية مشهورة جدا 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 موجودة في إنجيل يوحنا برضو، الإصحاح 3 عدد 16، عارفينها؟ كانت وسط الحديث أو في آخره كده اللي كان ربنا بيتكلم فيه مع نيقوديموس. يوحنا 3:16. حد عارفها؟ أيوة، حد عارفها؟ بتغش؟ ماشي، فكرهاش حاجة ده. يوحنا 3:16. ممكن نحفظ الشاهد؟ يوحنا 3. ممكن تقولوا معايا الشاهد؟ يوحنا آخر مرة بقى لوحديكم. يوحنا في ايه بقى؟ انتوا مش حافظين الشاهد بس حافظين الآية. تخيلوا بقى، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. انتوا حافظين الآية دي كويس. واخد بالك بقى ان وانت الآية احنا قلنا الشاهد بتاعها ايه؟ طيب
يوحنا 3:16 صح؟ يوحنا 3:16. واخد بالك بقى ان الايه دي فيها اللقب اللي احنا بنتكلم عنه كله النهارده؟ كم مره انت قلت الايه دي؟ كتير. شوفوا انا اول ما قلنا اول كلمه او حد يعني لقطنا كده بدايه الايه كلنا حافظينها. انا النهارده عاوزك تبقى واخد بالك ان حب الله ظهر بالنسبه لنا حينما بذل مين؟ ابنه. قال ابنه سكت؟ لا، قال ابنه الوحيد. مش الوحيد المقصود بها هنا، ما هو دي بقى العقل الضيق اخطيت يعني انه ده ابنه وملوش اخوات، لا، لكن هو ايه؟ وحيد الجنس، الفريد اللي من طبيعته، الازلي، الغير منفصل عنه. ده المقصود هنا، من نفس الجوهر، من نفس الطبيعه، روحي، بنوة روحية، أزلي، غير منفصل. فهو ابن ايه؟ فريد، الوحيد، مفيش كده تاني. ده مفهوم لقب ابن الله، ده المفهوم بتاعه. وطول الوقت كان ربنا يشهد للموضوع ده لما قال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، ادي مرة. لكن كمان في مرات مشهورة قوي. فاكرين وقت المعمودية؟ مش ده حدث مشهور قوي؟ وقت عماد ربنا يسوع المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان. سمع صوت بقى، الناس كلها سمعت صوت من السماء بيقول ايه؟ هذا هو ايه؟ بس واحدة عليا. هذا هو، بس انا اصلا عاوز ابني قال حبيب الذي به سررت. وقت حدث التجلي، ما ده من الاحداث برضه القويه جدا يعني. صوت من السماء يقول ايه؟ هذا هو ابني الحبيب له. انا عاوز كلمه ابني برضه، صح؟ لما الملاك راح يبشر الست العذراء قال لها ايه؟ المولود منك يدعى، بس ده اللقب اهو، المولود منك يدعى ابن الله، صح؟ والمزامير كمان في العهد القديم في المزمور الثاني يقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك. بس احنا بقى لما نسمع الآية دي أو نصليها أو نقراها بقينا فاهمين إيه المقصود بيها، عشان دي من ضمن الآيات برضو اللي في ناس تنقد الفكر في الكتاب المقدس أو الكتاب المقدس يعني بيها. لكن احنا فهمنا بقى إيه المقصود بهذه إيه؟ الولادة، تمام؟ بالنسبة لله. بس لا، حتى كمان التلاميذ شهدوا أن المسيح هو ابن الله. في حدث مشهور قوي اللي قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. لما الناس بيقولوا أنا مين؟ فقال إيليا، أرميا، واحد من الأنبياء. قال لهم مش مشكلة، ماليش دعوة بكلام الناس، أنتوا بتقولوا أنا مين؟ فأجاب بطرس قال له إيه بقى؟ أنت هو المسيح ابن الله. أنت هو المسيح ابن الله. اللقب اهو يعني. حتى فطوبوا ربنا يسوع المسيح ساعتها وقال له أنت محدش أعلن ليك ده ولا لحم ولا دم. بس ده موضوع فريد ما يتفهمش كده بسهولة، ده محتاج إعلان إلهي ومحتاج عمل الروح القدس فيا. عشان كده ما تشغلوش بالكم بالناس اللي ما فيهاش روح قدس، مش هيفهموا الكلام ده. اللي ما فهمش روح قدس مش هيفهموا الكلام ده. وعلى هذا اللقب ربنا قال له ايه؟ مش على اللقب يعني، لكن في الحدث ده اللي اتقال فيه اللقب ده قال له انت بطرس وعلى هذا الايمان ابني كنيستي. طب عارفين لما الراجل رئيس الكهنة حب ياخد لفة كده عشان في وسط محاكمات المسيح يعرف يصلبه، قاعد يلف حوالين ايه؟ حوالين هذا اللقب برضه. شوف بقى دي شهادة الناس. ليه؟ لما رئيس الكهنة سأله قال له استحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ فلما ربنا يسوع المسيح قال له أنت قلت، وده تعتبر كانت بالنسبة له موافقة بالإجابة، راح الراجل عامل إيه؟ شق هدومه وقال إيه؟ ما حاجتنا بعد إلى شهود، لأنه من وجهة نظره هو قال قد جدف. صح؟ ده أنا عاوز أقول لكم كمان إن هذا اللقب حير الشيطان. شوفوا كم مرة عدى عليكم في الصوم الكبير حد التجربة؟ مرات كتيرة قوي، صح؟ عدى عليكم ايه؟ حد التجربة. حد خد باله
الشيطان في التجربة يقول للمسيح ايه؟ ان كنت انت، برافو عليكم، شفتوا بقى انتوا حافظين، بس احنا بنجمع اللي انتوا حافظينه. ان كنت انت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجارة ايه؟ خبزا. وعلى الصليب يقول له ان كنت ابن الله فانزل عن الصليب. يعني حتى الشيطان كان فاهم الموضوع ده، ما تستهونوش بيه يعني، كان برضو ايه؟ فاهم الموضوع ده. تمام؟ فدي اثباتات من الله الآب، شهادة منه ومن البشر. وحتى الشيطان، ما شياطين يؤمنون ويقشعرون، فاهمين برضو، عارفين يعني. تمام؟ طيب دي تجميعة كلها لمفهوم بنوة المسيح لمين؟ لله. السؤال الثاني والثالث سطرين نخلصنا، ما تقلقوش. حاجة الثانية، ليه اللقب ده بقى؟ ليه هذا اللقب؟ ليه لقب ابن الله؟ يعني ليه ربنا استعمل هذا اللقب او اختار اللقب ده؟ يعني قدوس لانه كل القداسة، صح؟ رب الارباب لانه هو رب كل الارباب، ملك الملوك هو ملك كل الملوك، صح؟ لو قعدنا ندخل في ألقاب تانية زي حجر الزاوية يقول لك أصل كان ده ليه خلفية بقى في الفكر اليهودي وفي الثقافة اليهودية، لو قعدنا ندخل في بقية التفاصيل التانية في الألقاب، كل حاجة هتلاقي لها إيه؟ حدوتة كده توصلها لك. ليه بقى لقب ابن الله؟ وأنا قلت لكم في الأول هو الألقاب دي مش مجرد إيه يعني كلام مبالغ فيه ولا مدح ولا بتاع، لا ده الحق، ده الواقع، ده الحال. فليه لقب ابن الله يستعمله هنا هوت؟ عشان خاطر يوضح لينا بقى أن أقنوم الابن وإن ربنا يسوع المسيح ينتسب إلى أو من الكيان الإلهي. عاوز أقول لكم دي هبسطها خالص يعني، أسهلها لكم. عندنا أصل لقبين، قلت لكم أنا في البداية في وسط اللقب حطوهم جنب بعض، ابن الله وابن الإنسان. ليه يقول ابن الإنسان؟ ما واحد يقول لي ما هو لما يقول ابن الإنسان وما ينفعش يقول ابن الله، وإن قال ابن الله ما ينفعش يقول إيه؟ ابن الإنسان. لكن إحنا عارفين أن ربنا إيه؟ لما ادانا الفداء كان لازم اللي يموت عن الإنسان إيه؟ إنسان، بس يكون قدوس وبلا خطية. فعشان كده عظيم هو سر التقوى، الله ظهر فيه الجسد. فبقى عندنا الله الكلمة المتجسد، طبيعة الله الكلمة المتجسد، الطبيعة الواحدة، الله الكلمة المتجسد زي ما البابا شنودة كان بيقول، صح؟ فأتاري بقى الآية دي بتاعت عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تقول لك الحاجتين، تقول لك اللقبين دول. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر، فالله دي اللاهوت، طيب أنا هقول هنا إيه؟ ابن الله ظهر في الجسد عشان يفدي البشر نيابة عن كل البشرية، فأقول فيها كلمة إيه؟ ابن الإنسان. فربنا اختار لنا هذا، أو اختار يعني إن احنا نعرف اللقب ده عشان يقول لك اللي بيعطيك هذا الفداء هو الله نفسه بنفسه، ولكن إيه؟ اتجسد. فكل ما يخص الناسوت هيجي تحت لقب ابن الإنسان، وكل ما سيخص اللاهوت هيجي تحت لقب إيه؟ أدي نمرة واحد في اللي يستخدم اللقب ده. الحاجة التانية دي حاجات تقريبية لعقلنا المحدود. بصوا في الموضوعات اللي سمعتوها في النهضة كلها واللي في الموضوع بتاع النهاردة وعموما في أمور العقيدة، في قاعدة الناس الظاهر بتزعل لما بنقولها، بس هي حقيقية جدا جدا جدا. يقول لك لا اقنعني، بس هي القاعدة اللي أنا أقول لكم دلوقتي حقيقية جدا، وأعتقد أكيد يعني كل الآباء اللي جم قبلي يعني يقالوها ينوهوا عنها، أن عقل الإنسان المحدود لا يدرك الله غير إيه؟ غير المحدود. فما تطلبش إن كل حاجة تبقى إيه بالنسبة لك إيه؟ تعرف أنت تفهمها وتحسمها بعقلك. إزاي عقل أنا ده المحدود يدرك قدرات الله وأعمال الله وكل الحاجات اللي في الله والله إيه؟
غير محدود. فواحد يقول لك انتوا بتقولوا الجمله دي عشان ما تجاوبوناش الاسئله بتاعتنا ولا تشرحوا لنا. لا، ادينا بنجاوب وبنشرح، ولكن ده لا ينفي ان القاعده دي صحيحه، ان عقلي انا المحدود ده ما يقدرش يدرك الله غير ايه؟ المحدود. فالله غير المحدود عاوز يديني شويه تشبيهات تمشي معايا، تنفع مع مخي الصغير ده انا بقى كانسان. فمن ضمن قال لك ايه اكتر حاجه البشر يعرفوا فيها ان ده شبه ده قوي؟ قال لك الابن وابوه. صح؟ لكن انت ابن فلان ليه؟ طريقتك عامله زيه، نفس المنهجيه، نفس الاسلوب. فافضل تعبير وانسب تعبير في لغه البشر عشان يبين صله طبيعيه هو الابن وابوه. فعشان كده ربنا عشان يعبر لنا احنا كمان عن ان هذا الاقنوم هو من الكيان الالهي، هو الله، فاختار برضو ايه؟ اختار لقب الابن. فاللغه البشريه المحدوده مش هتعرف توضح وتشرح المدلولات الالهيه غير المحدوده، فالاب والابن لفظين مناسبين لفهمنا احنا وكمان لايه؟ لادراكنا. دي نمره 2. لكن نمره 1 قلت لك خليك فاكر كويس وخلي بالك كويس اني اللقب ده عشان يشير الى كل ما يخص اللاهوت. خليك فاكر دي كويس. اخر حاجه قلت لكم احنا اولاد ربنا ولا لا؟ خلاص احنا هنختم بدي. احنا اولاد ربنا ولا لا؟ ولاده ولا لا؟ لو كنتم قلقانين فيها شويه. ولاد ربنا ولا لا؟ ولاده. صح؟ نحن ابناء الله، كلنا اولاد لربنا، واحنا اولاد للمسيح. صح؟ وتقولوا للولاد والبنات الصغيرين والشباب والكبار صدقوني انت ابن الملك وانت ايه؟ بنت الملك. صح؟ ايه الفرق بقى بين البنوتين؟ ولا زي بعض؟ تبني ولا زي بعض؟ زي بعض. يعني احنا فينا بقى صفات الالهيه؟ ما لو زي بعض يبقى خلاص بقى، يبقى هتدخلونا في موضوع تاني يمكن تاخدوه النهارده السنه الجايه بقى. ماشي؟ لكن لا، احنا في فرق بين هذه البنوه وهذه ايه؟ البنوه. البنوه بتاعتنا هي بنوه جميله. قبل ما اقول 1 2 3 صغننين كده 3 سطور، قبل ما اقولهم لازم اقول ان اللي اختار حتى لينا هذه البنوه هو ربنا بنفسه. انا يعجبني جدا جدا في انجيل لوقا لما التلاميذ راحوا قالوا لربنا يسوع المسيح، قالوا له يوحنا علم تلاميذه يعملوا ايه؟ برافو، شكرا، حكايه الصلاه يا بي. يعملوا ايه؟ يصلوا. فعلمنا لما نيجي نصلي احنا كمان نقول ايه؟ فقال متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات. انا عاوز ابانا، يعني هو اللي قال لنا قولوا ايه؟ ابانا. صح؟ والكلمه دي جميله. كان ممكن بقى الموضوع النهارده يبقى عن الابوه، يعني البنوه لله وابوه الله لينا، وموضوع روحي، فكنا هنمسك كلمه ابانا دي بقى وايه، مش هنخلص بقى كلام كتير جميل روحيا وشبع روحي وحاجه جميله. فربنا هو اللي اختار ان احنا لما نكلمه نقول له ايه؟ يا ابانا، انت ابويا. حتى ابونا في الكنيسه اعز لقب ليه، وابونا في الكنيسه احنا نقول له ايه؟ ابونا، لان ابوته من ابوه الله. او ربنا عاوز يوصل لنا حتى شكل كده ملموس لابوته، فوجد لنا مين؟ الاباء، فنقول له يا ابونا. فيقول لك ابونا، ابانا الذي في السماوات. لكن دي تفرق خالص عن بنوة المسيح لله او لقب ابن الله. ليه بقى؟ احنا بنبوتنا 3 كلمات ب3 ايات او ب3 افكار، يعني ب3 ايات. بنوتنا 3 كلمات: تبني، بالتبني، بالمحبه، بالايمان. ده يفرق بقى، بدل ما يخليكم تسمعوا تاني ال5 الكبار اللي كنا قلناهم في الاول. ماشي؟ احنا بنوتنا بايه؟ بالتبني، بالمحبه، بالايمان. يعني ايه؟ بالايات عشان نبقى كلامنا كله من الكتاب المقدس. تبني لما معلمنا بولس الرسول يقول كده في رسالة الرومية الإصحاح 8: وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. عارف الآية دي مش مشهورة. فالبنوة بتاعتنا بإيه؟ بالتبني. لأني أنا فاكرين نمرة 1 قلنا إيه؟ ابن الله، نفس اللي ابونا قالها لنا. كنت بقول لكم جوهر، فابونا قال
نفس الطبيعة، لكن لا أنا مش طبيعة الله. ماشي. فبنوتي لي دي بإيه؟ بالتبني. هو متبنيني. أهلي لما تصلي قول يا أبانا. تاني حاجة بنوتنا إحنا كبشر لله هي بنوة بالمحبة. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. دي في يوحنا يقولها في رسالته الأولى الإصحاح 3 أول آية. يبقى قلنا بنوتنا واحد، صحصحوا عشان نروح كلنا، واحد بالتبني، 2 3 وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين إيه؟ باسمه. فعشان كده احنا لان احنا مؤمنين بربنا، ربنا اعطانا ان احنا نصير ايه؟ ابناء ليه. وموضوع بقى بنوتنا لله في الاتجاه الروحي ده موضوع جميل عميق كبير حلو مليان بالافكار والتاملات الروحيه. لكن احنا النهارده كنا عاوزين نوصل ايه؟ تعالوا نراجع بقى. كنا عاوزين نوصل ايه؟ ببساطه ان واحد من ضمن القاب ربنا يسوع المسيح، وقلت لكم الالقاب هي ايه؟ حقيقيه واقعية وليست مبالغة ولا مدح. في فرق بين لما قابل رئيس الجمهورية أقول ده سيادة الرئيس، وبين ما أعرف واحد في الشارع وأنا معدي أقول له ازيك يا ريس. ماشي؟ لا ده بتجامله. لكن ابن الله أو ألقاب المسيح عموما دي ألقاب إيه؟ حقيقية واقعية معبرة عن الحال. فمن ضمن الألقاب لقب قلنا إيه؟ ابن الله. تستعملوا الكنيسة معانا طول الوقت. فاكرين قلنا في ايه؟ انا هراجع معاكم بسرعة. فاكرين قلنا في ايه؟ اشهر حاجة رسم الصليب، صح؟ كتاب مقدس مليان ايات. الحان الكنيسة زي لحن ايه؟ ايها الابن الوحيد الجنس. القداس، صح؟ طول القداس. وهضيف بقى بعد ما خدنا الفكرتين اللي من قانون الايمان، وقانون الايمان اللي الكنيسة حريصة انها تصلي في كل المناسبات. ما تستغربوش لما تروحوا إكليل دلوقتي هتلاقوا كتير من الآباء الأساقفة والآباء الكهنة حتى في الإكليل يخلينا نصلي إيه؟ قانون الإيمان. ما تستغربش لو بتدخل المعمودية مشغول بالتصوير وباللبس بتاع النونو وبتاع بابا وماما. قانون الإيمان لازم يتصلى كمان في المعمودية، والطفل ده يستلم يعني يتعمد على إيمان والديه، ولازم يتصلى قانون الإيمان. بس إحنا بنبقى يعني مركزين مع حاجات تانية وبنجرر الإيقاع. فلا ده في كل حاجة فيها ايه؟ فيها هذا الايمان. الكنيسه خلينا واخدين بالنا من اللقب ده كويس. طب قلنا اللقب ده في 3 افكار كنا عاوزين نوصلهم النهارده. واحد، مفهوم لقب ابن الله، صح؟ هراجعهم ولا ايه ولا نمشي؟ ما هم دول مهمين، هنعرف نراجعهم ولا ايه؟ لا جه طب ابونا هو اللي مغششهم لي، انت فاهمه غلط ولا ايه اللي اقول ايه؟ واحد، بنوة من نفس الجوهر. 2، بنوة روحية عقلية. 3، برافو، أزلية. 4، غير منفصلة. 5، فريدة. عشان كده بنقول ايه؟ ايها الابن الوحيد الجنس، صح؟ حلو خالص، برافو عليك. وده كده مفهوم لقب ابن الله من خلال ال5 نقط دول او ال5 افكار دول. تاني حاجة بعد كده قلنا الكنيسة تستخدم اللقب ده ليه؟ او ربنا يخلينا نستخدم اللقب ده ليه؟ او ربنا اختار اللقب ده ليه؟ عشان يعبر عن كل ما هو له علاقة بالكيان ايه؟ الالهي، بالله، صح؟ وعشان ده اكتر حاجة بالنسبة لعقلنا ممكن تكون توصل لنا الفكرة دي بصورة يعني احنا نفهمها. ماشي؟ بيعملنا ربنا على قد عقلنا برضو، بياخدنا على قد عقلنا، يعني دي حاجة كويسة بنشكره عليها. 3 بقى، في فرق بين بنوتنا لله وابن الله، صح ولا لا؟ صح. ففي فرق. فالفرق ان احنا ما عندناش ال5 حاجات اللي كنا بنقول عليهم دول، صح؟ فعندنا 3 بقى، وبرضو دول جزء من كل يعني، وال5 جزء من كل. عندنا 3، ان بنوتنا التبني، بنوتنا المحبة، بنوتنا ايه؟ ربنا يدينا ويديكم نعمة. لربنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. نشكر جدا أبونا سيودور. أبونا سيودور هو ماسك معهد كينونيا وعنده خبراته جميلة جدا، يعني الرئيس الثاني في معهد كينونيا فبنشكره جدا على الكلمة دي، ومعلوماته غزيرة زي ما ابونا مايكل قال. احنا كلنا بنتعلم منه، ربنا يديله نعمة وحكمة
ويفضل يعلم دايما لكل الناس. ربنا يحافظ عليه. نشكره جدا وبنقول له اتمتعنا بوجودك معنا النهارده. يا رب تكون وسطينا